السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا قاع بخير، والفيديو تاع اليوم يلقاكم بألف صحة وعافية يا رب. قبل ما نبدأ الوصفة بغيت نهنئ الناجحين في شهادة التعليم المتوسط، نقول لهم ألف ألف مبروك، وعقبال شهادة البكالوريا إن شاء الله، وولدي وائل إن شاء الله يفرحنا حتى هو يا رب، وقاع الباقيين إن شاء الله، واللي ما سعفهمش الحظ نقول لهم في العام الجاي إن شاء الله. ونقول لكم صيام مقبول وذنب مغفور، وكل عام وأنتم بألف خير. الوصفة تاع اليوم هي عبارة عن حلوى معسلة بالجنجلان والكوكاو، تناسب عيد الأضحى المبارك. ونبدو بالوصفة. حطيت هنا 250 جرام تاع زبدة تكون طرية، وغادي نضيف لها أقل من نصف كأس تاع الزيت، ونزيد لهم ملعقة صغيرة تاع فانيلا، وربع ملعقة صغيرة تاع الملح، ما تكتروش الملح، ونزيد لهم حبة بيض كاملة مع صفار، والبياض غادي نخليه نستعمله من بعد. غادي ندير كاع المقادير دفعة واحدة ونخلطهم مليح بالباتر. مع 2 ملاعق كبار تاع العسل يمد لنا اللون وذوق الجنجلانية تاعنا، مع 2 مغارف كبار تاع سكر غلاس. ونجيب الخلاط الكهربائي ونخلط مليح المكونات. نجموا تخلطوا غير باليد ولا بالخلاط اليدوي ولا بيدكم ولا بالملعقة، مي انا فضلت خلاط كهربائي باش نسرع في الوصفة. ونخلط مليح المكونات حتى نتحصل على خليط يكون ابيض كيما الكريمه. وبعد ما كملت غادي نضيف دروك النواشف. عندي كاس الا ربع تاع الكاوكاو اللي يكون محمص ومرحي، وخلوه شويه خشين، غربلوه هذاك رقيق ندسوه تستعملوه في وصفه اخرى، والخشين نديروه هنايا في الوصفه، مع نص كاس تاع الجنجلان، وكاس الا ربع تاع البسكوي مرحي. اي بسكوي عندكم رحوه وضيفوه، ولا تنجموا تستغنوا على البسكوي، ما يمد لنا ذوق شباب لهاد الحلوى تاعنا. ونخلط مليح بالباتور. ودروك غادي نضيف الفرينه، وننصحكم باش تجيكم الكاطو تاعكم مشربه العسل وتجيكم خفيفه، ما تنشفوهاش بزاف. كي تضيفوا الفرينه ضيفوا بالتدريج. نضيف الفرينه ونجمع ونشوف، ونخلوها شويه تتلصق في اليد، ماشي قاعده تتلصق مي تكون شويه طالقه روحها، ما تكونش ناشفه بزاف. تبعوا معايا غادي تفهموا. مع نصف ملعقه صغيره تاع
ولا عندي هذاك اللون الأحمر غادي ندير في هذاك الثقب. وانتوما تبغوا ديروا شوكولا تارتيني ولا تديروا كراميل، اي حاجه متوفره عندكم تنجموا ديروها. ونصفي هاد الحبات بعد ما فات 5 دقائق، ونزيد ندير الكميه الاخرى اللي بقات لي، ومن بعد تشوفوا الوصفه تاعي في صحن التقديم. وبعد ما كملت كاع الكميه اللي عندي راكم تشوفوا فيها، غادي نجيب المربى كما قلت لكم ونعمر هذوك الثقوب بالمربى. وصفه سهله تحضروها بسرعه، تشد لكم كاع الوقت، غير جربوها وخلوا لي آراءكم في التعليقات. وغادي نكتبها معكم باش تشوفوا كي جات، تشوفوا مصداقية الوصفة. راكم تشوفوا فيها راهي معسلة من الداخل وتتفتت وحدها، غير جربوها. وفي الأخير بغيت نشكركم على الدعم، ونقولكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وعيد سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير، ودمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.